ما كانت صدفة إنه ربنا يختبرك بتجربة صعبة عشان تصلي وربنا يهون عليك. ما كانت صدفة إنك فجأة تلقى حياتك بتتغلب رأسا على عقب، وتكون دي بداية لحياة جديدة قريبة من ربنا أكتر. ما كانت صدفة لما تضيع حاجة منك كنت بتتمناها عشان ربنا كاتب لك الأحسن وحتكتشفه بعد وقت. ما كانت صدفة إنه تجيك رسالة طبطبة وتحس إنها جاتك في وقتها، وكأنه ربنا رسل لك وبقول لك أنا معاك بس أنت أصبر. ما كانت صدفة إنه زول يختارك عشان يحكي لك مشكلته فتخفف عنه، وكأنه ربنا رسلك ليه عشان يقول لك أشكر ربنا على اللي انت فيه. ما كانت صدفة إنه تتأخر في إجابة أمنية انتظرتها كتير عشان لما تتحقق تحس بسعادة وفرح أكبر. هي ما صدف، هي مواعيد ربنا مقدرة لك. ربنا عارف إنك حتتحمل وحتقدر تعدي مشاكلك. ربنا بثبت فيك الصبر وإنك تكون واثق إنه في خير جاي لك. ربنا عايزك تقرب منه وتلجأ ليه في عز ضيقتك، بس انت أصبر واطمن وخليك راضي، وحيفرحك فرحة ما كنت بتحلم بيها. خواطر ولا الدين عبده. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.